السلام عليكم. كلمتين مهمين للناس المحترمين. من تمام الرجولة في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي ان حضرتك اللي تسأل على اولادك مع المدرسين مش زوجتك. متعودين كلنا او معظمنا ان سايبين ان متابعة الاولاد والكلام ده معظمنا على الست، وهي اللي بتسأل وهي اللي بتروح الدروس وهي الكلام ده، وفي الحقيقة ده خطأ كبير جدا. الوضع الطبيعي من تمام الرجولة ان الراجل هو اللي بيتابع ده، هو اللي يتابع مع المدرسين الرجالة. مش هتفرق كتير، مثلا نص ساعة ولا ساعة كل اسبوع ولا حاجة اتصل بالتليفون اروح اقابل المدرس، مش هتفرق، مش هتعطلك. لكن احنا بنستسهل. حضرتك مطلوب منك انت اللي تتابع ولادك مع المدرسين الرجالة. ممكن الست تتابع مع المدرسات السيدات، ممكن تتابع معاهم، لكن الاساسي حضرتك اللي تتابع مع المدرسين الرجالة اول باول، مش زوجتك. طيب زوجتك دورها ايه؟ دورها في البيت، دورها انها تنظم المواعيد بتاعت الاولاد، تنظم مواعيد المذاكره، ترتب البيت. لو عرفت تساعدهم في المذاكره ماشي، اهم حاجه دورها في البيت مش دورها بره. دورها لو في مدرسات سيدات ممكن هي تتصل بيهم ولا حاجه. ليه بقى؟ لاسباب كتير جدا جدا يعني. من ضمنها ان انا كمدرس لما بكلم ولي امر رجل بعرف اتكلم معاه بحريه، بقدر اوصل اللي انا عايزه. التأثير الاب مع الاولاد تأثيره قوي جدا. الاولاد بيعملوا حساب بنسبة كبيرة جدا للاب جدا، فبيبقى المردود ايجابي جدا. وطبعا باسباب تانية كتير، كل واحد كل واحد يحسبها براحته. لكن احنا بنتكلم على الطبيعي، ان الاب من الرجولة ان هو اللي يتابع مع المدرسين الرجال، الا لو في اي ظروف خارجة عن الارادة يعني. بس كده. السلام عليكم.